بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي وفي وقت من الأوقات التي تعمل فيها حكومة الشراكة الوطنية بجد نحو استكمال عملية بناء الدولة وفق القواعد الدستورية التي أقرها الشعب وعمل عليها البرلمان وأفرزت على ضوئها الحكومة. وأمامنا الكثير من المهام التي ورثناها من النظام السابق، ولعل في مقدمتها قضية الخدمات المتعلقة بالمواطنين ومسألة الاستخدام الأمثل للثروات وكيفية تعظيم ثروات العراق من عائداته، وليس النفطية فقط وإنما السياحية والزراعية وحتى الصناعية التي ينبغي أن تكون سندا لعائداتنا من النفط. الشعب العراقي يحتاج قطعا إلى تعجيل وتسريع في عملية توفير الخدمات وإصلاح البنية التحتية، وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال. لا نتحدث عن نريد أن نعمل، وإنما عملنا، ولكن بقي هناك أمامنا حاجة من الوقت لاستكمال ما بدأناه، سواء كان في مجال الكهرباء. وأنا أقول صراحة هذه القضية التي أرقتنا وأرقت المواطنين وعطلت الكثير أصبحت في حكم المسألة المنتهية، إنما هو وقت لا يزيد على فترة بين 12 إلى 15 شهر تنتهي أزمة الكهرباء نهائيا، وما بينهما من الآن إلى اليوم الذي تنتهي فيها هذه الأزمة ستكون هناك عملية تخفيف. لذلك أنا أدعو المواطنين إلى ضرورة التعاون والتفهم هذه المسألة، ولأن الكهرباء تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى مال وتحتاج إلى وقت، وقد أنهينا كل هذه المقدمات، والآن العملية عملية فقط تشييد وليست تعاقدات في مجالات أخرى، ومنها ما يعتمد عليه الكثير من الطبقات الفقيرة أو الشريحة الفقيرة في المجتمع العراقي، وهي البطاقة التموينية. وقد قطعنا شوطا في هذا المجال، وأنا شخصيا أشرفت على عملية الشراء للمواد التي تتضمنها البطاقة التموينية، وستبدأ عملية التوزيع بشكل منتظم ومستمر، إضافة إلى تعويض المواطنين عن كل شهر من الأشهر التي لم تصل فيه البطاقة التموينية، وهذا التزام وبالذات للعوائل الفقيرة. وعلما بأن عملية إصلاح لمسألة البطاقة التموينية هو أن تتوجه باتجاه الفقراء وليس باتجاه الطبقات التي أصبحت ميسورة الحال، وإنما محدودي الدخل أو عديمي الدخل. ينبغي أن تكون عملية تركيز وزيادة بالنسبة لهم، والجمع بين مسألة الرعاية الاجتماعية والرواتب التي تعطى للفقراء وبين البطاقة التموينية. هناك توجه لملاحظة هذه القضية لأنها تؤرقنا حينما تبقى شريحة من الفقراء تحتاج إلى مساعدة وجهد الدولة. وقطعنا في هذا المجال أيضا خطوات إدارية، لأن الإشراف المركزي على توزيع البطاقة التموينية لعله من الصعب، لذلك اتخذ مجلس الوزراء قرارا بتكليف المحافظات ومجالس المحافظات بأن تتولى هي عملية الشراء والاستيراد والتوزيع، ولأنهم أبناء المحافظة سيعرفون الوكلاء الجيدين من المتلاعبين وكيفية التوزيع، ولعل عملية الإشراف ستكون جيدة. وهذا لا يعني بأن الوزارة ستتخلى، وإنما ستمارس دورها في عملية الإشراف. ورثنا عن النظام السابق وما تلا عملية السقوط وضع أمني شديد وحساس وخطير نفذت فيه تنظيمات القاعدة والعصابات وبقايا النظام المقبور، ولا يزالوا أن يحاولون بشتى الأساليب تعكير الأجواء السياسية والأمنية. كانت الأوضاع في اتجاهات سيئة، والحمد لله. أيضا لا نقول سنعمل على ضبط الأمن، إنما عملنا كثيرا، وبقي علينا بالتعاون مع المواطنين والأجهزة الأمنية أن نستكمل عملية غلق كل البوابات والمنافذ التي يتسللون منها لضرب المواطنين، كما يحصل من جرائم بحق الزوار الأبرياء الناس العزل الذين يستهدفون، كما في سامراء وكما في زيارات الأربعين. وعلى قاعدة استكمال البناء الأمني نحتاج إلى عملية تزويد العراق بما يحمي به فضاءه وسماءه من أي عملية اختراق على السيادة، سواء كان في المياه أو في البر أو في الجو. لذلك كانت فكرة التعاقد
على شراء طائرات، والفكرة مستمرة، ولكن لوجود حاجة للأموال في جانب الخدمات وفي جانب البطاقة التموينية عطلنا أو أجلنا التعاقد على شراء الطائرات إلى حين توفر الأموال، وستتوفر لأن عائداتنا النفطية بدأت ترتفع بعدما تم التعاقد مع الشركات والحمد لله. إذا نحن أمام مهمة بناء أجهزتنا الأمنية ليس فقط لحماية الوضع الداخلي والاستقرار من الشغب والمشاغبين والعصابات والإرهاب، وإنما حماية سيادة الدولة من أي احتمال لاختراق لسيادتها، وهذا انسجاما مع الدستور يعني بأننا سوف لن نعمل إلا على حماية بلدنا، ولن نكون طرف للتدخل بشؤون دولة أخرى كما كان يحصل في زمن النظام السابق، وخلف لنا الكثير من المشاكل، ولعل واحدة منها التي نعمل عليها. وبالأمس كنا مع الأخوة في دولة الكويت نناقش عملية حلول المشاكل التي خلفها عملية غزو الكويت وما رافق عمليات الغزو من دخول قوات دولية ووضع العراق تحت الحصار والفقر الشديد المدقع والتدمير. وكانت زيارتنا للكويت في هذا الإطار كمفردة من مفردات الحركة على الخارج لحل كل مشاكل العراق مع كل دول المنطقة وبالذات الدول المحيطة، حتى ننطلق بعملية البناء، لأن هذه أيضا تجهدنا وتسبب لنا خللا وتسبب لنا أزمات، سيما أنها أزمات متبنات أو موجودة في جداول وفي سجلات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وصدرت بها عقوبات على العراق، ويجب أن نخرج العراق من هذه العقوبات. والحمد لله نجحنا، ولم يبقى لنا إلا ما يتعلق بقضية الكويت، والتي كانت الزيارة أمس ناجحة بكل المقاييس، وقد وضعت الخطوات الثابتة الوئيدة على طريق حسمها بكل تفاهم وأخوية ورعاية مصالح مشتركة بين البلدين. وسنمضي في هذا السياق مع باقي الدول الأخرى. نحن في العراق الحمد لله نستطيع أن نفتخر ونعتز بأننا لدينا نظام ديمقراطي قائم على أساس تعددية فيدرالية اتحادية، ليس مدارا من قبل مكون واحد لا قومي ولا مذهبي ولا ديني، وإنما لعله النموذج الأمثل في المنطقة أن تكون لدينا حكومة شراكة وطنية لم يبقى فصيل من فصائل العملية السياسية أو المكونات الاجتماعية إلا وهو موجود في مجلس النواب وموجود في الحكومة التي انتخبها مجلس النواب، وبالتالي هذه حكومة الشعب التي انتخبها الشعب. هذا النظام السياسي نحن نطمئن له، ليس في نظامنا مصادرة للحريات، الحريات كلها محترمة ومصانة بموجب الدستور، والمواطن من حقه أن يتمتع بحريته السياسية والتنظيم والنقابات والمهنية، ومن حقه أن يتمتع بحريته الإعلامية وبحريته الفكرية والاجتماعية، وكل الحريات مكفولة ما دامت هي ضمن إطار الدستور، ونحن أمناء على تطبيق الدستور وأمناء على مصالح الناس وهم يتمتعون بحرياتهم الدستورية. إذن من هذا الجانب العراق يستند على أرضية صلبة، ولذلك حتى الذين يظهرون أحيانا من الناس يتظاهرون لا يطالبون بإسقاط نظام أو بتغيير النظام، لأن من يطالب بتغيير النظام بمعنى يطالب بإسقاط إرادة الشعب. هذا النظام هو نظام أراده الشعب وجاء عبر بوابة الانتخابات. قطعا هذه لا يقول بها إلا الذين تضرروا من العملية السياسية مثل حزب البعث مثل القاعدة، كما تسمعون البيانات التي تصدر عن هيئة علماء المسلمين التي تحرض على العنف وتتحرض على التظاهر، أو بيانات حزب البعث أو بيانات القاعدة، لأنها هذه الأطراف هي الأطراف المتضررة من وجود نظام ديمقراطي قائم على أساس الدستور والحريات. أما الذين اشتركوا بالعملية السياسية والحمد لله كل القوى اشتركت، يحرصون على استقرار الأوضاع واستقرار النظام السياسي لأنه مستند إلى إرادة الشعب ويتحملون مسؤولية. وبالمناسبة أقول أن من أراد ورضي أن يكون شريكا في مجلس النواب أو في الحكومة عليه أن يتحمل مسؤولية، والمسؤولية لا يتحملها طرف أبدا سواء كان في الحكومة أو في مجلس النواب، وإنما الكل يتحمل مسؤولية. الوزير في وزارته يتحمل مسؤولية. لذلك أنا قلت للسادة الوزراء ولنواب رئيس الوزراء اخرجوا إلى الناس حينما يتقدمون بمطالب واسمعوا مطالبهم ونفذوها ما استطعتم. أنا لا أقول نستطيع أن ننفذ كل شيء،
لأن هذا يحتاج إلى وقت وجهد وأموال، ولكن قطعا الكثير من المطالب مشروعة وبسيطة وبالإمكان تحقيقها. فالوزير الذي تخرج مظاهرة تتعلق بالتربية والتعليم يجب أن يخرج لها وزير التربية ويتفهم ماذا هو موجود، والتي تتعلق بالرعاية الاجتماعية يجب أن يخرج وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والتي تتعلق بالزراعة يخرج وزير الزراعة، وهكذا الكل ينبغي أن يتحملوا مسؤوليتهم، لأنه لم يعد هناك طرف يمكن أن يحمل مسؤولية، إنما كلنا نتحمل مسؤولية. وبالذات مجلس الوزراء كما عبر عنه الدستور المسؤولية فردية وتضامنية، كلنا مسؤول وكل وزير مسؤول عن الحقل الذي هو فيه بشكل خاص. لذلك أنا أقول بهذه المناسبة ونحن نسعى لبناء الدولة والانطلاق بها، والحمد لله هذه الدورة كان شعارنا فيها الإعمار والخدمات، وفعلا مضينا بهذا الاتجاه، وسنعمل على تخفيف المعاناة حتى تنتهي بإذن الله في أقرب وقت وفي أقرب فرصة زمنية، منها عمليات التعيين التي توقفت بسبب ما صدر في العام الماضي في قانون الموازنة من مجلس النواب بإيقاف التعيينات إلى حين تشكيل مجلس الخدمة. هذه المرة طلبنا من مجلس النواب بأن لا يعطل التعيينات وتعليقها على تشكيل مجلس الخدمة، وإنما حتى نستطيع أن نستوعب بالدرجات الوظيفية التي هي مخصصة بموازنة هذا العام بين 280,000 إلى 300,000 درجة وظيفية. هذه يمكن أن تخفف كثيرا من نسبة البطالة وتوفر فرص للذين يبحثون عن فرص للعمل، إضافة إلى الفرص التي يوفرها القطاع الخاص. وأنا أرجع مرة أخرى وأقول أن المطالب التي يتحدث عنها الناس هي مطالب في غالبها إن لم يكن في كلها مطالب مشروعة، لكن بعض القضايا ينبغي أن تعرف من الناس هي ليست مسؤولية الحكومة، مثل حل مجلس بلدي. هذه ليست بإمكانية مجلس الوزراء أن يحل مجلس بلدي، وإنما هذه تحتاج إلى قرار إما من مجلس النواب أو من مجلس المحافظة الموجود بالمحافظة يحل مجلس البلدي. ولكن مجلس المحافظة حينما نقول لهم حلوا هذه المجالس لأنها مجالس قديمة، لأنها عليها إشكالات، لأنها غير، يقولون حلها بدون إجراء الانتخابات يعني فراغ ومفسدة. إذن رجعت القضية إلى المفوضية العليا للانتخابات، ينبغي أن تنظم انتخابات حتى تحل المجالس، حتى ينتخب البديل، حتى لا يحصل فراغ. إذن هاي مو قضية الحكومة ولا حتى قضية مجلس النواب، وإنما قضية فنية إدارية تبدأ من المجلس البلدي ومرورا بمجلس المحافظة وانتهاء إلى المفوضية العليا للانتخابات. وهكذا قضية إسقاط محافظ، تغيير محافظ، هذه ليست من صلاحيات رئيس الوزراء ولا مجلس الوزراء أن يغير محافظ، وإنما النظام الدستوري هذا بعد والديمقراطية هي هذه. إنما مجلس المحافظة من حقه أن يصوت على المحافظ ويسقط المحافظ، ومن حق المحافظ أن يعترض بالمحكمة الاتحادية، وإذا صدقت القرار خلاص. إذن إحنا أمام سياقات بعضها يتعلق بنا كالمسعى لتوفير البطاقة التموينية وتوفير الكهرباء، وهذا إن شاء الله، وبناء المدارس، وبعضها يتعلق بجهات أخرى. ينبغي على المواطن أن يكون أيضا واعيا حينما يقدم طلبا، وحينما يهاجم دائرة، وحينما يهاجم وزير لعله مو من مسؤوليته. حتى الوزير حينما لا يمتلك المال الكافي لا يستطيع أن يلبي الاحتياجات، ونحن ليس لدينا أزمة مالية إلا هذه السنة. لذلك أتمنى على الشعب العراقي الذي صبر كثيرا على صدام حسين ومعاناته وجرائمه وحصاره وفقره، وصبر على هذه السنوات التي مر بها العراق، أن يصبر هذه السنة الوحيدة التي ستكون فيها ميزانية الدولة بهذا السقف الموجود. وإنما العام الماضي نظرا لارتفاع صادراتنا النفطية وارتفاع أسعار النفط فلن تكون لدينا أي أزمة في حل كل المشاكل التي نعاني ويعاني منها المواطن. بهذه المناسبة أنا أقول المظاهرات التي تخرج، نحن كنا نبحث عن الفرصة واليوم الذي نستطيع أن نظهر بالشارع ونعبر عن وجهة نظرنا، وإنما عارضنا النظام السابق وتحملنا ما تحملنا في معارضته، إعدامات وقتل وسجون وتشريد، من أجل هذا اليوم الذي نستطيع أن نتحدث عما نريد بصراحة، سواء كان بطريقة مظاهرة، بطريقة كتابة، بطريقة خطابة، بطريقة تدريس ودراسة، وقد تحققت هذه وينبغي أن نتمسك بها. ولكن الدستور والقانون الذي أجازها وحماها، والتي هي معبر عن تعبير عن
الصفة الحضارية والديمقراطية التي يتمتع بها العراق ولعله ما تتمتع بها كثير من دول المنطقة هو أن نحافظ عليها بالصيغة التي يتحقق منها البعد الحضاري والبعد الديمقراطي. مظاهرة محمية، وأنا أقول من هنا يمنع على رجال الأمن استخدام أي قوة أو عنف باتجاه أي مظاهرة من مظاهرات، وتفريقها إذا تحولت إلى شغب بطريقة وسائل التفريق المعروفة دون استخدام القوة واستخدام الرصاص في مواجهة المتظاهرين. لكن أقول للمتظاهرين أيضا هذا حقكم، خذوه بلا تعسف. أولا لا تسمحوا للمندسين أن يستفيدوا من صفوفكم لإثارة مشاكل وحرق بعض الدوائر، لأن هذا إفساد وفساد. ثانيا أن لا تخرج مظاهرة إلا بإجازة، لأن هو النظام الديمقراطي الذي أعطاك إجازة التظاهر قال لك ينبغي أن تأخذ إجازة، والإجازة لا ترفض مظاهرة أبدا، إنما فقط إخبار أني سأخرج بمظاهرة من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، وهذا يترتب عليه أن الأجهزة الأمنية كنت تحمي المظاهرة من احتمالات اختراق من سيارة مفخخة أو حزام ناسف، أن ترافقها، أن تحميها، أن توفر لها الحماية اللازمة والتسهيلات حتى على مستوى فتح الطريق الذي قد تحتاج المظاهرة. وفي نفس الوقت نحن نريد أن نعرف هذه المظاهرة إذا اخترقت، إذا تحولت إلى شغب، إذا تحولت إلى تكسير، نحن نتحدث عن البناء. وإذا بنا أمام بعض المخترقين للمظاهرات سواء كان من الفاشلين في الانتخابات أو من بقايا حزب البعث أو من القاعدة وتنظيماتها أو من هيئة علماء المسلمين وإذا بهم يحرقون ويخربون، منا أنتم الطالبون بالبناء، منا طلعون. قطعا هذا ليس هو الذي عليه الذين يخرجون بالتظاهرات، إنما الذين يخترقون ويريدون أن يحققوا أغراض سياسية من خلال مطالب شعبية حقة وعادلة نحن نتبناها وندافع عنها. ثم من خلال الإجازة نعرف أن هذه المظاهرة إذا تحولت لشغب من الذي حولها إلى شغب. وبصراحة أقول، وهذا ما ينبغي أن يسمعه المواطن، إجازة مفتوحة وحماية مفتوحة لمظاهراتكم واستجابة بأقصى قدر يمكن الاستجابة لها، ولكن قطعا لا نسمح بمظاهرات غير مجازة أو مظاهرات تتحول إلى أعمال شغب وحرق كما حصل اليوم في ناحية النصر، يحرقون غرفتين من المجلس البلدي، أو ما حصل في الكوت. هذا الذي حصل في الكوت أعطانا مؤشرا، عرفنا الجهة التي كانت خلفه، لذلك منه ننطلق بالتحذير لكل المناطق الأخرى: تثبتوا، سجلوا مظاهراتكم، اخذوا الإجازات، احذروا من الذين يخترقون. وأنا أقول لهم وبموجب معلومات مؤكدة 100% يريدون بعض المظاهرات أن تخرج هنا في بغداد ولعلها على أبواب المنطقة الخضراء، يفكرون، أهلا وسهلا بهم، ولكن تواطؤوا مع بعض من لهم من الذين هم سواء كان يلبسون ملابس الشرطة والجيش أو موجودين فعلا في الشرطة والجيش يضربون المظاهرة. هم نفسهم يضربون المظاهرة حتى يقولوا بأن الحكومة ضربت المظاهرة ويحدثوا من خلالها أزمة. أنا أحمل المواطنين مسؤولية الحرص على بلدهم، مسؤولية الحرص على نظامهم السياسي، ومسؤولية الحرص على أن لا يعطوا لهؤلاء فرصة العودة مرة أخرى من خلال بوابة المطالب والحقوق المشروعة للشعب العراقي، وأن يتأكدوا من الذين يتصرفون ويخبروا أجهزة الأمن عنهم. إذا خرجت المظاهرة باسم الحزب الفلاني أو الشخص الفلاني وهو مسؤول عنها، بإمكانه أن يخبر أجهزة الأمن: هذا الذي أثار الفوضى، هذا الذي أثار الشغب، هذا الذي أحرق، وسوف لن نتساهل معه. وأقولها بصراحة بكل رحابة صدر، أحتضن المظاهرات وأدافع عنها وأمنع استخدام القوة ضدها، ولكن حينما يثبت لي أن جهة من الجهات أرادت استغلالها وتحويلها إلى شغب، قطعا سأطبق عليهم القانون. القانون هو الفيصل والحكم في مثل هكذا مسائل. لكن ثقتي بالمواطنين وبوعيهم وحرصهم على دولتهم وحرصهم على نظامهم السياسي أن يكونوا واعين إلى أقصى درجات الوعي، لأنها فرصة لتسلل المخربين. شكرا جزيلا لكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. رئيس الوزراء هاشم الشماع، قناة السلام الفضائية. أهلا وسهلا. دولة رئيس الوزراء في إحدى المؤتمرات الصحفية لدولتكم أعلنت
أن عام 2009 سيكون عام للاستثمار ودخول الشركات. نعم. السلام عليكم دولة رئيس الوزراء. شماع قناة السلام الفضائية. دولة رئيس الوزراء، في إحدى المؤتمرات الصحفية لدولتكم أعلنت أن عام 2009 سيكون عام للاستثمار ودخول الشركات، وأن اليد العاملة العراقية ستكون غير كافية للمشاريع، بل سنحتاج إلى يد عاملة أجنبية. واليوم نحن اليوم في عام 2011 ولم يتحقق ما ذكرته، وأنت ترى هناك مظاهرات متفرقة تخرج في مدن العراقية للمطالبة بتوفير فرص عمل وأيضا إصلاحات. تعليقكم دولتكم؟ أولا أنا ما قلت بعصا سحرية ستكون أول يوم 1/1/2009 انفجرت الدنيا وخرج فيها ما هو شكل الكلام. نعم، كان عام 2009 عام إعمار وخدمات. متى كانت الاتفاقات مع شركات النفط؟ كانت في 2010 و2009. وأرجو أن تتابعوا، تشوفون الآن الازدحام الموجود بالموانئ والازدحام الموجود في منافذنا الحدودية وفي المطارات من معدات الشركات النفطية والأيدي العاملة المفتوحة للذين يريدون أن يعملوا في مجال شركات النفط. عندنا أزمة ما نستطيع استيعاب المعدات والشركات التي دخلت بناء على التعاقد. والكهرباء أيضا تعاقدنا مع كل الشركات وهي تعمل حاليا في مختلف المناطق في تنصيب وتشييد الشركات. نعم، كان هو عام إعمار وخدمات، ولكن أيضا تضرر هذا العام. عودوا إلى الوراء وشوفوا شلون انخفض سعر النفط، انخفاض كبير جدا أثر على ميزانية الدولة وخلانا نتراجع عن بعض المشاريع التي كانت مصممة على أساس الأسعار الموجودة للنفط. أنا أقول نعم، لم يتحقق ما تفضلت أنه استوعبنا كل الأيدي العاطلة عن العمل، لأنها دول كبرى ودول قديمة ما تستطيع بسرعة أن تستوعب الأيدي العاطلة عن العمل. ولذلك هذا واحد من الأمور التي ربما يرددها المواطن، أنه شو ما اشتغلنا كل إحنا. أولا من قال بأن العراق ينبغي أن يعمل جميع أبناء بالدوائر والوظائف؟ إذا من يبني؟ هي الدوائر الآن تغوص ما فيها مكان حتى لمن يريد أن يقف على قدميه. لكن إحنا نتحدث عن المشاريع الحيوية التي فعلا بدأت في العراق، مشاريع النفط ومشاريع الكهرباء ومشاريع الإعمار والخدمات والبناء، مشاريع المستشفيات، هذه كلها تحت تشييد. وأنا من هنا أقول على الوزراء المعنيين، وأرى أحيانا يطلعون تقارير عن المستشفيات والبناء وأن وصل بها، وعن شركات الكهرباء وعن الجوانب الزراعية، أن يكثفوا للمواطن حتى يعرف فعلا أن عام 2009 بدأت به عملية الإعمار وتصعيد الخدمات. كم هو الفرق بين عام 2009 و2010 والأعوام السابقة في مجال إنتاج الحبوب بالعراق؟ لأول مرة تاريخ العراق القريب وليس البعيد، ربما البعيد كان أكثر، أن ينتج العراق 2 أو أكثر من 2 طن من الحنطة. السنوات السابقة ما كان ينتج 800-900 ألف طن، وينتج ضعف إنتاج التمور. والعراق يكتفي الآن من الخضروات، ما يستورد، ونمنع الاستيراد حتى ندعم المنتج المحلي. هذه كلها عمليات تطوير، بس ينبغي أن نعطي زمن. مشكلتنا فقط بالزمن. وأنا عندي مقولة يعرفوها السادة الوزراء، أقول لهم اشتروا الزمن بأموال. وفعلا اشترينا زمن مع بعض الشركات الكهرباء بالأموال، أعطيناهم زيادة حتى يختصروا لنا الزمن، لعلنا نستطيع أن نوفر ما تفضلت به من تشغيل الأيدي العاطلة عن العمل. تفضل. السلام عليكم دولة الرئيس. أشرف محمد من قناة روسيا اليوم. دولة الرئيس، ذكرتم في وقت الحكومة السابقة أن القيود والضغوط السياسية قيدت عمل الحكومة السابقة. هل الحال الآن هو ذات الحال؟ هنالك ضغوط سياسية على دولة الرئيس، وهل يستطيع دولة الرئيس أن يتجاوز الضغوط السياسية لمحاسبة المقصرين من الوزراء؟ في الواقع لدي سؤال آخر أيضا يتعلق بالقمة العربية. هل وصلتكم رسائل تأكيد من القادة العرب للحضور إلى القمة، ومن هم؟ بالنسبة للسؤال الأول، أنا أقول هذه الحكومة أفضل لحد الآن من الحكومة السابقة، ولأسباب ذكرتها، لأن الجميع مشترك فيها وليس من حق أحد أن يتحدث عنها، لأنه وزراء موجودين. التحالف الوطني سواء كان الائتلاف الوطني ولا دولة القانون، وزراء موجودين كلهم. القائمة العراقية وبكل تشكيلاتها الداخلية موجودة، التحالف الكردستاني موجود، الوسط موجود. ولذلك لا يستطيع أحد أن يتحدث ضد الحكومة.
والسادة الوزراء الذين يمثلون هذه التشكيلات يعترفون، يقولون كنا نتحدث حينما كنا في البرلمان عن أمور ما كنا نعرف أنها في ظل الدائرة التنفيذية فيها تعقيدات ومشاكل، الآن صار عندنا واضح، ولذلك بدأوا يشكلون نقطة قوة ودعم مع جهاتهم، مع الناس الذين ينتمون إليهم. لذلك أنا أقول الآن أفضل لحد الآن دعم مجلس النواب أفضل ويتحسن بشكل مضطرد، ودعم القوى والكتل السياسية إلى الآن أفضل. أنا لا أقول بالإطلاق، نعم هناك بعض مشاكل، هناك بعض تصرفات، ولكنها يمكن أقل مما كانت عليه. ولكن حتى الحكومة السابقة رغم ما كان فيها، رغم أن البعض ما كان موجود أو انسحب، لكن تمكنا والحمد لله أن نجعل من مجلس الوزراء مجلس منسجم ولم يختلف في شيء أبدا، ولم تحدث عندنا مشكلة في مجلس الوزراء. كيف والآن مجلس الوزراء يشتمل على جميع الأطراف موجودة فيه، إن شاء الله لن تكون فيه مشكلة أبدا ويبقى منسجما وبالاتجاه الصحيح. أما موضوع القمة العربية، نعم لدينا مشجعات كبيرة جدا من قبل القادة العرب للحضور في مؤتمرات القمة. وأنا أمس في دولة الكويت الشيخ أمير الكويت أعلن أنه سيكون أول من يأتي إلى مؤتمر القمة، ويؤيد ويشدد على ضرورة عقدها، ويعتقد وكما نعتقد نحن أنها ستكون قمة تاريخية، وربما قد تتخذ بها قرارات مهمة، لأنها تكاد تكون فريدة في بلد كان قد غرق في الإرهاب وفي المشاكل، وإذا به ينهض مرة أخرى ويدعو القمة العربية. وأعتقد أنه سيكون تنافس بين القادة العرب لحضور القمة. نعم لدينا تأكيدات كثيرة من إخواننا القادة العرب في سوريا الدكتور بشار، وفي جلالة الملك عبد الله، في الأردن، وفي الكويت، وفي عموم دول مجلس التعاون. هذا تأكيدات تجعلنا نشعر بأن الرسالة التي كنا نريد من خلال القمة العربية ستكون رسالة بامتياز. تفضل. رئيس الوزراء السلام عليكم، مساء السعادة من قناة الاتجاه. معالي دولة الرئيس، يعني هناك مظاهرات خرجت في عدد من مدن العراق إن كانت في بغداد أو خارج بغداد، وهي تطالب بالخدمات، ونتفق أن هناك نقص في الخدمات، ولكن ما حصل يوم أمس في محافظة واسط يعني كان هو أشد التظاهرات بعد حرق مجلس المحافظة وبيت المحافظ، ولم يستجب المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة ولم يواجهوا الجماهير. يعني أنت ذكرت بأن هناك معلومات بمحاولة بعض الجهات لدفع هذه التظاهرات باتجاه العنف، هل تعتقد أن هناك جهات داخلية أو خارجية تعمل اليوم على إيقاد نار الفتنة من خلال هذه التظاهرات ليكون هناك تسقيط الحكومة إن كان، وهذه الجهات داخلية أم خارجية؟ وهل هي تحاول ابقاء القوات الامريكيه في العراق ايضا ان كانت مستفيده منها؟ هذا الشطر الاول. الشطر الثاني يعني خلينا بالشطر الاول لانه اذا اثنين يصير هوايه. انا متاكد وليس ظان، ولذلك اكثر من 20 واحد معتقلين من الذين قاموا بالشغب، والذين ضيعوا حتى على اخوانهم اصحاب المطالب الحقيقيه ضيعوا الفرصه. الان معتقلين بالتحقيق، والجهه التي حركتهم تحت طائله المساءله. أنا متأكد أن بعض التحريك خارجي، وهذا شيء طبيعي، وتحت عناوين مختلفة، حتى تحت عناوين الاحتلال وتحت عناوين قوات أمريكية التي سينتهي وجودها قطعا في عام 2011. أنا متأكد وليس شاك بأن هذه تحركها قوى سياسية داخلية، ولولا أني لا أريد أن يضع الناس في دائرة الحرج لقلت لك من هم ومن الأشخاص المكلفين منهم. وكما قلت لكم نحن نرحب بمن يتظاهر للمطالب، ولكن لا نرحب بمن يستغلها استغلالا سيئا لإثارة الشغب في العراق. وسنحاسب والآن المعتقلين تحت التحقيق، إذا ثبت عليهم يحالون إلى القضاء، لأن القضاء والقانون الذي أجاز لهم التظاهر هو القانون نفسه اللي راح يحاسبهم. معالي دولة الرئيس، يعني بس الشطر الثاني إذا سمحت لي، بعض الكتل السياسية تقول بأن اليوم جنابكم الكريم هو من يقف اختيار الوزراء الأمنيين، وهذه القضية ما زالت معطلة بسبب الاختيار أو الكفاءة أو المهنية. يعني متى سيحسم موضوع الوزراء الأمنيين؟ أولا هو بالحقيقة القرار النهائي لرئيس الوزراء، ليس فقط للوزارات الأمنية وإنما حتى الوزارات الأخرى. وإذا كنا قد مررنا بالوجبة الأولى بعض الوزراء دون تدقيق، وأنا لا أشير بالضعف عليهم ولكن دون تدقيق، لأن الظرف والوقت كان يحاصرنا. لكن الوزراء الذين تم تعيينهم
مؤخرا كانوا تحت التدقيق والتمحيص وبشكل جيد، وأنا أعتبر أنهم هم مهنيين سواء كان الكهرباء أو البلديات أو ووزارات الأمنية أيضا هي بالنتيجة يقبل أو يرفض رئيس الوزراء، وبالذات هذه الوزارات لأنها تشكل أهمية قصوى. لكن مسألة الترشيح مفتوحة لكل مكون أو لكل قائم من القوائم. من حق القوائم أن ترشح وتقدم لرئيس الوزراء مرشحيها، ربما تجي 3 من التحالف الوطني و3 من التحالف الكردستاني و3 من القائمة العراقية، وأنا من بين هؤلاء ال3 أختار الوزراء المطلوبين وأحاول جهد الإمكان أن أحصل على توافق عليهم حتى يمروا في مجلس النواب. ولأنه مع الأسف الشديد الكتل والقوائم صاحبة الحق بالترشيح، البعض منهم يعتقد أنه هي له، هي ليست لأحد. وقلنا أن وزارات الأمنية وزارات مستقلة، ليست لقائمة التحالف الوطني، ليست لدولة القانون، ليست للقائمة العراقية، ليست للتحالف الكردستاني، إنما هي للمكونات. وما دامت للمكونات كل من ينتسب للمكون من حقه يرشح، وليس فقط من حق المكون الترشيح، نعم من حق المكون الثاني أن يرشح وزير المكون الآخر، لأنه وزير بالنتيجة يكون مستقل وخاضع لاعتبارات مهنية. تأخرت العملية، كنا مشغولين ببقية الوزارات، اليوم تفرغنا للوزارات الأمنية، لدينا مرشحين، إذا استطعنا أن نحصل على تفاهم وتوافق عليهم حصلنا، وإذا لم نحصل كما قلت سابقا سأخذ مجموعة من المرشحين وأذهب إلى مجلس النواب وأعرض واحد واحد، من يحصل على موافقة المجلس يكون، ومن لا يحصل يستبدل حتى نأتي بمن يحصلون على قرار المجلس. من هاي الجهة تفضل. السلام عليكم دولة رئيس الوزراء. عمار كريم، وكالة الأنباء الفرنسية. دولة رئيس الوزراء، ذكرت أن تم التوصل مع إقليم كردستان حول تصدير النفط وملف النفط مع الإقليم، لكن نائب رئيس الوزراء حسين شهرستاني نفى ذلك. أين وصلت هذه الاتفاقية؟ أنا قلت والآن أيضا أقول هناك ورقة وقعت بين وزارة النفط ووزارة المعادن أو الطاقة في إقليم كردستان، مضمونها الجوهري بأن ما ينتج من نفط في الإقليم يضخ عبر أنابيب النفط العراقية، وفي مقابل ذلك تتحمل الحكومة نفقات الاستخراج التي قدمتها الشركات، وهذا معمول به وليس فيه تراجع. ما تم الاتفاق عليه وتم التوقيع عليه ملتزم. أما إذا كانت قضايا أخرى متعلق بقضايا قانونية هذا موضوع آخر. تفضل. السلام عليكم دولة الرئيس. عليكم السلام. خالد الأنصاري من وكالة أنباء رويترز. دولة الرئيس، حضرتك ذكرت أنه مجلس الوزراء اتخذ قرار بتكليف مجالس المحافظات بتولي عملية الشراء والتوزيع للحصص التموينية. متى سيتم تطبيق هذا القرار؟ وفيما يخص جولتك الأخيرة لدولة الكويت، يعني هل توصلتم إلى اتفاقات فيما يخص مسألة التعويضات والحدود؟ بالنسبة لمسؤولية المجالس، نعم أنا التقيت بالسادة المحافظين وقلت لهم ادرسوا الموضوع قبل ما يجون للاجتماع، وحتى من اجوا للاجتماع قلت لهم ادرسوا الموضوع واعطوني جواب، لاني لا اريد ان احدث ازمه مره اخرى بالنسبه للمحافظات، تستلمون البطاقه وما توفوها وهم تسوون ازمات. بعض المحافظات جاءت بقراراتها واعطت بيانات انها فعلا قادره على الاستيراد والتوزيع، مثلا لوجود مخازن عندهم مثل الموصل مثل البصره. بعض المحافظات طلبوا ان يرجعون الى المجالس مالتهم والى مسؤولين ويناقشون ويشوفون يرجعون الجواب. احنا ما راح نحولها الان نقول خلص هذه اموالكم روح اشتروا، انما اكو مواد متعاقد عليها، سنستمر بعمليه التوزيع الى 2 أو 3 أشهر حتى تستقر المحافظه بترتيب اوضاعها واستيراداتها ومخازنها واليات التوزيع مالتها، يعني ما راح نترك الموضوع حتى تحدث ازمه، انما نسلم المحافظه التي تقول انا اصبحت جاهزا لاستلام العمليه، وانا اعتقد أن أغلب المحافظات ستكون جاهزة إلا بعض المحافظات الصغيرة والتي ليس لديها مخازن، ربما هذه ستبقى على مسألة الداخلية. السؤال الثاني شنو؟ زيارة الأخيرة للكويت، نعم تحدثنا، احنا كان عندنا قرار سابق بأن تلتقي اللجنة العليا بين البلدين بعد مؤتمر القمة، ولكن هذه الزيارة جاءت لتثبيت مبدأ التواصل، وكان اللقاء أكثر من مسألة التواصل، إنما فتحنا الملفات
وتحدثنا عن أخطر الموضوعات. أنا لا أقول أخطر، وإنما أكثر الموضوعات اهتماما بالنسبة للطرفين، وكانت أجواء جدا طيبة وإيجابية، وأخذنا الأفكار وعدنا إلى هنا لكي يرسم عليها أو يبني عليها الأخوة المعنيون، سواء ما يتعلق منها بقضية الملاحة في خور عبد الله، أو ما يتعلق منها بالدعامات الحدودية، وما يتعلق منها بالديون وقضية الطيران. ويوم 13/3 راح يروح السيد وزير النقل، وراح يروح السيد وزير حقوق الإنسان، وراح يروح وزير أو القوة البحرية للتفاوض واستكمال ما بدأناه والذي كان إيجابيا. وأنا أعتقد المسألة أصبحت في متناول الحل بشكل كبير. تفضل. علي رمضان، قناة رشيد فضائية. دولة الرئيس، يعني حتى نقطع طريق أمام التوقعات والتكهنات والشائعات. نعم. بالنسبة هناك حديث الآن حول مظاهرة يوم 25 الجمعة المقبلة، هل هذه المظاهرات مجوزة دستوريا؟ هل قدموا طلب رسمي للحكومة بأن هناك مظاهرات؟ هناك الكثير من المناطق الشعبية الآن حسب علمي، يعني من مثل ما قلت جنابك على أمور بسيطة متحضرين أنه يخرجون لهذه الانتخابات. مثلا محلة 331 في أكثر 3 سنوات تداعي المسؤولين في المنطقة دكتور سعيد ودكتور مهندس محمود حول إكساء الطريق وتصليح الكهرباء، وماكو حل. في كل سنة يحطوهم على السنة خطة 2010 خطة 2011 إلى آخره. يعني أيضا هل ستكون هناك خطوط ساخنة لهؤلاء حتى مثلا نمتص هذا الغضب الجماهيري، نفتح خطوط ساخنة نعم. بالتأكيد أنا وجهت السادة الوزراء، وحتى مجلس النواب الآن لديه قرار أخبرني عنه السيد رئيس المجلس بأنه سيقوم السادة النواب بالذهاب لمناطقهم لسماع الشكاوي وأخذها ولتهدئة الناس ولمنع استغلالها من قبل السيئين الذين يريدون الاستغلال. وبابنا مفتوح لكل هذه الشكاوى، وأتمنى أن تصلنا عبر القنوات الموجودة، إما دائرة الشكاوى في الأمانة العامة أو عبر القنوات التي يمكن إيصال الشكوى لها. أما مسألة المظاهرة مع 25 أنا لحد الآن ما إجانا طلب إجازة للتظاهر، وأن بعض الأطراف التي أشير إليها أنها ستدعو للمظاهرة أعلنوا بأنهم لا يدعون للمظاهرة وهم غير مسؤولين ولن يتبنوا هذا. ولكن إذا أرادوا يطلعون قطعا راح نعطيهم إجازة وأهلا وسهلا بهم ضمن الضوابط، يحددون المكان يحددون المسار، خلي يطلعون وأهلا وسهلا بهم يتظاهرون، ما عندنا مشكلة. تفضل. دولة الرئيس رزاق الوزير من التلفزيون العراقية. نعم. دولة الرئيس فيما يخص موضوع يعني الحاجة إلى الخدمات، من الواضح أن الحاجة إلى الخدمات لابد من تشجيع الاستثمار في هذا المجال، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن هناك معوقات في مجال الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأجانب. هناك الكثير من العراقيل التي لابد من إزالتها أمام المستثمر لكي يكون متواجد على الساحة العراقية. نعم. نعم دولة الرئيس. بلى. هذا الجانب الثاني موضوع الفساد الإداري، أيضا معوق ثاني بالنسبة للخدمات. هل من إجراءات حكومية في هذا الصدد، يعني موضوع الاستثمار وموضوع الفساد الإداري؟ وشكرا. والله موضوع الاستثمار بالتأكيد نكتشف بين فترة وفترة بعض المعوقات، وطورناه قانون الاستثمار وعدلناه في مجلس النواب، والآن يبدو أيضا بعض القضايا تحتاج إلى تعديل، لكنه جيد. وهناك شركات أقبلت الاستثمار في مجالات مختلفة الآن جيد، لكنه فعلا برزت بعض القضايا وبالذات متعلقة في موضوع الاستثمار في مجال السكن. سنعمل على تغييرها ومفاتحة مجلس النواب بالتصويت عليها، والتي هي متعلقة بالحصة التي يمكن أن تعطى للدولة من المستثمر من عدد الوحدات السكنية التي يبنيها وغير ذلك من الأمور. هذه نتعهد بتفعيلها إن شاء الله. السؤال الثاني شنو كان؟ الفساد الإداري. أنا لا أنفي أن يكون هناك مفسد أو فاسد، سواء كان بنفس دنيئة تبتز وتأخذ من الناس ورشاوى وغيرها، أو بدوافع سياسية، بعضها سياسية. والمشكلة أنه حينما تدخل السياسة والأهداف السياسية على أي مطلب مشروع تفسده، مثل المظاهرات مطلب مشروع دخلوا بالسياسيين أفسدوه حولوه إلى شغب وحرائق وإلى كذلك الفساد مطلب مشروع محاربته. وأنا
أشدد على ضرورة محاربة الفساد، والحمد لله تقدمنا خطوات كبيرة في هذا المجال. لم يعد هناك إمكانية فساد في العقود الكبرى، فإذا كان شيء موجود نتمنى من أي مواطن أو مسؤول أن يدلنا على، لأنه شددنا في طبيعة التعاقدات والرقابة والدوائر التفتيشية والنزاهة وديوان الرقابة المالية، لكن قطعا موجود والقرار متخذ والعملية مستمرة، ولم يرد إلينا أي مؤشر فساد على شخص مسؤول بالدولة حتى على مستوى وزراء إلا انحلال النزاهة. لكن بعض الأحيان مع الأسف الشديد تأخذ القضية طابعا سياسيا، حتى بعض التصريحات اللي تصدر من النزاهة تصريحات غير صحيحة، لأنه حينما نتحدث عن هذا العدد الكبير من المفسدين وبالتالي نتهمهم بالفساد، وعندما يتم التدقيق والتحقيق وياهم يطلع نسبة 3% 2% معدهم صحيح مفسدين والباقي بريئين، بينما أخذت الضجة هذا المنحى الكبير وطعنت شخصيات بالدولة وبالتالي بالتحقيق يطلعون ما عندهم فساد، وما أدري نسبة 2-3% موجودة. أو هذا التصريح الخطير الذي لا يستند إلى دليل أنه الوزراء يتسترون على الفساد. النزاهة أول من سيحاسب على هذا. إذا كنت تعرف وزيرا متسترا على الفساد ليش ما تبعث عليه؟ ليش ما تجره أنت تأخذه؟ ليش سكتت عنه؟ ليش الآن تصرح في ظل هذه الأزمات الموجودة ومظاهرات؟ هذه واحدة من عملية التحريض على المظاهرات، لأنه أطلق تصريحا ولم يكن كأنه مسؤول عنه ليقل لنا من هم الوزراء، وإذا كان فعلا يعرف وزراء فاسدين ومتسترين لماذا لا يأخذهم وهو لديه حق قضائي باعتقال أكبر واحد. إذا مسألة الفساد ضروري محاربته، آفة من الآفات، هو ليس في العراق فقط، حاربناه كثيرا، ضيقنا عليه كثيرا، سنستمر في عملية التضييق، ولكن أيضا لنبعده عن التسييس. تسييس الفساد هو الفساد. تفضل. السلام عليكم دولة رئيس الوزراء. عليكم السلام. علي اسمناجي من وكالة اسم الإخبارية الأنباء. يعني عفوا معالي، يعني اسمه هناك صمت يعني هاي السعودي تجاه اسم العراق الجديد. صمت يعني من قبل المملكة العربية السعودية، سيما بعد إعلان يعني هذا تشكيل الحكومة الجديدة. وهل أنت برأيك سوف يعني هيحضرون بشكل فعال في القمة العربية رغم وجود يعني الآن بعض الخلافات بشأن وجود يعني معتقلين في السعودية؟ والله احنا ما عندنا مشكلة مع دولة، بل كما قلت لكم بالبداية نعمل على حل كل مشاكلنا مع كل الدول وبالذات الدول العربية الصديقة والقريبة والشقيقة لنا. أما أن يكون آخر عند رأي بينا فهو حر. مؤتمر القمة ما يخضع لاعتبارات ومزاجات، حينما يعقد ينبغي أن يعقد وأن تحضر الدول، وربما العراق أيضا لديه ملاحظة على دولة معينة، ولكن حينما يدعى إلى القمة يحضر. والالتزام بالقمة ينبغي أن لا يخضع لاعتبارات ثنائية، أنا أقبل على هذا أو لا أقبل على ذاك، إنما هذا مؤتمر القمة يحضره القادة العرب، أنت كنت تحضر من ضمن القادة العرب. لكن معلوماتي الأولية أن المملكة العربية السعودية أيضا يريدون الحضور والمشاركة في هذه القمة بأي مستوى، قطعا هم اللي راح يقدروه، ولكن أنا مطمئن أنهم سيشاركون حسب ما بلغني من معلومات أتمنى إن شاء الله تكون دقيقة وصحيحة. تفضل. Hello, I'm Liz Fly with the Washington Post. I'd like to ask you, first of all, can you confirm that you definitely won't run for a third term in the next election? And secondly, do you feel there's a danger that the legitimacy and authority of your government could be challenged if these protests continue to grow? السلام عليكم دولة رئيس الوزراء. وعليكم السلام. الصحفية الإسلام من صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية تسأل سيادتك هل بالتأكيد هل سوف لن ترشح نفسك في المرة الثالثة في نفس الموقع؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، هل تعتبر أن شرعية وقوة الحكومة الحالية يتم تحديها من خلال المظاهرات أو إذا استمرت هذه المظاهرات؟ بالنسبة للمظاهرات أنا بالحقيقة ليس قلقا أبدا، لأن النظام السياسي نظام ديمقراطي ومستقر وثابت وبرلماني، وبإمكان الناس أن تعمل باتجاه إعادة الانتخابات إذا تريد، بإعادة تشكيل مجلس النواب من جديد إذا يريدون، لأنه الشعب هو مصدر السلطات الحقيقة. لذلك ما عندنا خوف أبدا على مستقبل النظام السياسي، ولا راح يتغير بالدستور.
لذلك أنا مو قلق أبدا، وربما أحيانا أكون فرح بأن الناس أصبحت لديهم حرية يطلعون يتكلمون، بعد ما كان الأب يخاف يتكلم مع ابنه، ومقولتهم المشهورة الحائط إلى إذان، حتى اللي قاعد بالقرية يخاف يتحدث يقولوا له أكو لاقطة على الشباك مالك ربما تتصل ببغداد، يغيرون الموجة مالت الراديو، خاف هذا الراديو مفتوح على محطة أو إذاعة ممنوعة إيران أو غير إيران. الحمد لله هذه ظاهرة مؤلمة عشناها نحن أبناء هذا الجيل في ظل حزب البعث. نفرح نحن بالذات، نفرح حينما الناس تظهر بالشارع وتتحدث وتناقش وتجادل. بعض الناس يقولون أن بعض الصحفيين كذا يسيئوا لك أو بعض المواطنين يسيئون، قلت لهم أن يسيئوا لي أفضل من أن يصمتوا صمت الأموات، وإن كان الإساءات غير محبذة لكنه أفضل من سكوت الأموات والخائفين من السلطة، بمعنى أن السلطة لم تعد تخيف أحد لأنها سلطتهم وأبنائهم. أما هي تتاخذ من عندي تعهد أنه ما أرشح، هاي قضية أنا من دعاتها منذ زمن بعيد، ولكنها تحتاج إلى عملية تغيير دستوري، وإن شاء الله نتمكن من تغيير الدستور بالاتجاه الذي يضمن التبادل بالمواقع القيادية بالدولة. آخر سؤال. من قبل الحكومة يعني مفردات البطاقة 8 إلى 15,000، يعني الناس يتساءلون كيف تم احتساب هذا المبلغ على أي أثر؟ يعني هناك أولا هذا المبلغ ليس بديل البطاقة، إنما هذه منحة. نعم. هذا مو ثمن بطاقة ولا بديل البطاقة، وإنما هذه منحة مساعدة للعوائل اللي عنده 10 نفرات يحصل 150، اللي عنده 5 يحصل 75. هذه ما لها علاقة. البطاقة بطاقة والحصة حصة، هذه لن تكون بديلة عن حصة من حصص الشهر الموجود. لذلك يعني صحيح هي قليلة جدا بالنسبة للمواطن، ولكن هذا ما تستطيع الحكومة أن تؤديه. هل تعلم بأن المبلغ أكثر من 400 مليون دولار فقط هاي 15,000 في ظل ميزانية تعاني شحة كبيرة في مجالات الإنفاق؟ لكن إن شاء الله ستكون الكمية المبلغ أكبر حينما تتوفر بالعام القادم الأموال المطلوبة. نعم. دولة الرئيس، يعني حضرتك تكلمت عن هناك وضع أمني مستقر الآن في عموم العراق، يعني وهذا ما يتطلب إلى يعني إعادة النظر بعمل نقاط التفتيش المنتشرة بكثرة في شوارع العاصمة وفي المدن. يعني هناك تذمر من قبل المواطنين بصعوبة الوصول إلى عملهم، تأخير هناك، يعني هناك خطة. المواطن يريد شارع مفتوح، ويريد أمن منظم، ويريد هو يأمر الأمني والوزراء بما يريد. هذا يقول قطع الشارع، هذا فتح الشارع. هذه قضايا تخضع لاعتبارات مجلس أمن وطني موجود هو الذي يقرر. حينما رأينا أن الكتل الكونكريتية في بعض المناطق لم يعد لها ضرورة رفعناها وسنرفع أخرى. والآن بالذات السيطرات حينما رأينا بأن الأمر يحتاج إلى تغيير، الآن الخطة قائمة على تقليص عددها وتقوية. أولا تأخذ مواقع مهمة وتصير أقوى ويتقلص عددها، بدل من 1000 يصير يجوز 400، بدل من 2000 وكسر سيطرة قد يصير 1000 سيطرة. هذا قرار ماشي، والآن قيادة العمليات تخطط لتخفيضها وتقوية، يعني تقليص العدد وتقوية الموجود، مأخوذ بنظر الاعتبار. ولكن المواطن يكون يعطي للمسؤول حقه في التقدير. يعني أنا أذكر لك مثل، لما صارت عندنا عملية تقطيع بعض الأحياء بالكتل الكونكريتية، قالوا هذا عملية عزل مدن. هذه نظرية أمنية معمول بها في العالم، في المدن الكبيرة التي يصعب السيطرة عليها يقطعوها، حتى الإرهابي ما يكون حر وطليق يطلع من أي شارع يفوت بأي شارع، أكو عنده تقطيعات تحجبه وتحجزه. هاي نظرية أمنية معمول بها بالعالم، وليست عملية تقطيع الأواصر بين الناس. بس المشكلة المواطن يحتاج إلى أن يثق بحكومته. إلى الآن أنا أنتقد ظاهرة موجودة عند العراقيين، يعتقدون أن هذه الحكومة هو صدام حسين، هو حكومة حزب البعث. هذه حكومتكم، دول أبنائكم. شوفوهم دول الوزراء منين إجوا؟ من أحياكم الفقيرة، من أبنائكم الفقراء اللي كانوا معدمين، من الذين كانوا سجناء. هاي حكومتكم، ينبغي أن تثقوا بها حينما تتخذ قرار. ما تريد إلا مصلحتكم، بس ربما أنت ما تقدر تقدر المصلحة، هو من موقع العمل يقدرها، وإلا قطعا
لا ولن نسمح لأحد أن يتخذ قرارا فيه إضرار بأي مواطن، وأقول بأي مواطن مهما كانت قوميته وانتماء ودينه. ولا يفتخر ولا يفرح أحد من العراقيين ويقول وزيرنا شيعي، وزير الفلاني سني، ورئيس وزرائنا شيعي. أنا للعراق جميعا، وكل وزير ينبغي أن يكون للعراق جميعا، ولا فضل لأحد على أحد أبد. إنما هذه الإجراءات ما نعتقده وتعتقده الإجراءات الجهات الأمنية أنه هو ضروري وسليم. وقطعا احنا نأخذ برأي الاختصاص، بل ربما أحيانا يرى الفقهاء وجوب الأخذ برأي الاختصاص، سواء كان طبيب يجب الأخذ برأيه، مهندس يجب الأخذ، أمني مهني يجب الأخذ برأيه. أما إذا تبين وجود إجراء أمني والعياذ بالله يعني يهدف إلى الإضرار، فقطعا المشتركين معه يعرفون ويقدرون يشخصون أن هذا إجراء مضر وهذا إجراء. أنا يهمني أن أشوف الناس تتحرك بسهولة، وهذه الكتل الكونكريتية والله أشعر أحيانا وكأنها على صدري، ولكن متوقف عليه حماية المواطن وضبط الأوضاع الأمنية. وكلما تطور الأمن إن شاء الله ستنتهي هذه الظواهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.